الفانتازي هنتكلم النهارده عن اللي حصل في اليوم الأول من الجولة ال 22 من البريمير ليج، فيلا بينا. مبدئيا شفنا أول ماتش ما بين توتنهام وإيفرتون، ماتش كان حلو 2-2. اللي الفرقتين قدروا إن هما يضيعوا كلين شيت من بعض، ماتش كله تقريبا طلع فيه مرضي ما عدا اللي عندهم مدافعين من توتنهام، لان ريتشارلسون قدر ان هو يسجل هدفين النهارده. زي ما قلت لك امبارح ان ريتشارلسون هو اهم واحد في هجوم توتنهام، وان ماديسون لسه ما رجعش قوي. ماديسون قدر ان هو يعمل اسيست، وكمان اودوجي قدر ان هو يعمل اسيست، فهو كان الوحيد من مدافعين توتنهام اللي هو قدر ان هو يشارك في المباراة، ان هو ما يطلعش بنقطة واحدة بس، ولكن قدر ان هو يطلع باربع نقط بسبب ان هو قدر ان هو يعمل اسيست. وعلى الناحية التانية برضو سجل أهداف بريثويت وهاريسون عن طريق كيلفرت لوين. وبرضو ان هما قدروا ان هما يطلعوا بالبونص، ولكن ريتشارلسون هو اللي طلع بالتلاتة بونص. فريتشارلسون امبارح كان خطير خطير خطير، قدر ان هو يسجل هدفين ولعب الماتش كامل، ما خدش انذارات، قدر ان هو كمان ياخد التلاتة بونص، وكانت حلوة قوي من ريتشارلسون. ويا بخت يا بخت اللي كابتنه امبارح. بعد كده شفنا ماتش ما بين كريستال بالاس وبرايتون، قدرت فيه برايتون ان هي تكسب كريستال بالاس وتكتسح كريستال بالاس 4-1. برايتون كانت عماله تسجل اهداف اهداف اهداف، وفي الاخر كريستال بالاس جاب الجون، ضيعت الكلين شيت على مدافعين برايتون. يعني ابرز الناس اللي عملت نقط في الماتش ده وهو دانك، قدر ان هو يسجل هدف، وجواو بيدرو برضو قدر يسجل هدف. وكانت ليلة تألق باسكال جروس، قدر ان هو يصنع اول هدفين في الماتش اصلا. يعني اول هدفين اتسجلوا في الماتش كانوا صناعة باسكال جروس. فباسكال جروس كان مطمن الناس بتاعته كده على النقط بتاعته من بداية الماتش وعلى التلاتة بونص، لان هو كان احسن لاعب في المباراة. وكمان جواو بيدرو قدر ان هو يجيب اتنين بونص، ودانك قدر ان هو يجيب واحد بونص، علشان يبقى هو المدافع اللي طالع بنقط، يعني بنقط كتير من برايتون، بعد ما كريستال بالاس عن طريق ماتيتا قدروا ان هم يضيعوا الكلين شيت من برايتون. زي ما قلنا قبل كده كريستال بالاس هي عبارة عن ايزي واوليسي، لو الاتنين بيلعبوا سوا كريستال بالاس هتعمل اداء حلو جدا، وهتبقى خطر جدا على مرمى يعني الخصم بتاعهم. ولكن لو واحد فيهم غاب او الاتنين غابوا بيبقوا مش خطار قوي، علشان كده الماتش النهارده بيخلص 4-1. مقدروش ان هم يسجلوا غير هدف واحد بس. فزي ما قلنا كده هو اهم ناس هي اوليسي وايزي من كريستال بالاس، ولكن لو لعبوا. وبرايتون على الناحية التانية بتمشي على سطر وتسيب سطر، تكسب ماتش بكلين شيت، بعد كده تروح خسران أربعة، بعد كده تكسب أربعة. فبرايتون بتبقى دايما كده غريبة ومش مفهومة. وشفنا كمان النهاردة استوبينيان بيقعد على الدكة، ما لعبش الماتش، ما بدأوش أساسي. فبرضه واضح إن هو هيبقى فيه روتيشن كتير في برايتون إحنا مش فاهمينه. بعد كده الماتش اللي شبه ملوش لازمة بالنسبة لنا وهو فولهام وبيرنلي، ماتش كان 2-2. هو بس الصياح الوحيد اللي في الماتش ده ان اللي عندهم لينو للاسف راح منهم الكلين شيت، ومش بجون واحد، لا بجونين. فللاسف ضيعت، يعني خليته بدل ما يطلع بثلاث نقط او بست نقط، لا ده هو طلع بنقطتين، وكمان عشان دخل فيه جونين فطلع بنقطة واحدة بس، لان كل ما دخل فيه جونين هتاخد ماينس واحد. فللأسف لينو طلع بنقطة واحدة بس من ماتش كان المفروض يبقى سهل قدام بيرنلي، وان هو يقدر يطلع فيه بالكلين شيت. بعد كده الماتش اللي زي ما قلت لك عليه هيبقى فيه اهداف كتير جدا امبارح، الماتش ما بين لوتون تاون ونيوكاسل. وقلت لك ان الماتش ده يعني نيوكاسل دفاعيا مش احسن حاجه، فلوتون تاون هتقدر ان هي تسجل اهداف. وقلت لك برضو ان اديبويا ده خطير جدا، ودوتي خطير جدا في العرضيات كمان بالذات. فالاتنين دول هيقدروا ان هما يعني يشاركوا في الماتش، وبالفعل الماتش بيخلص 4-4. يعني اربع تجوان لكل فرقه، 8 تجوان في الماتش الواحد. لونج ستاف قدر ان هو يسجل هدفين لنيوكاسل، وتريبيه اللي قلت لك عليه تجيبه سجل هدف في الماتش امبارح، وبارنس سجل هدف. والصناعات كانت لبرونو جوماريش، وتريبير عمل اسيست كمان. يعني تريبير من الماتش ده جايب لك جون واسيست. وعندك جوردن اللي اتكلمنا عنه امبارح قدر ان هو يعمل اسيست، ولكن للاسف عمل اسيست بس. كان توقعي ان هو ممكن يجيب كمان، يعني يجيب هدف بدل الاسيست ده، ولكن هو شارك برضه في الماتش وطلع بنقط زي ما توقعنا. والناحية التانية اديبوي قدر ان هو يسجل هدف زي ما قلت لك، ودوتي قدر ان هو يصنع هدف برضه زي ما قلت لك. فماتش كان حلو كده، كلنا تقريبا طلعنا مستفيدين منه الا اللي كان مقعد الناس دي على الدكة. يعني دوتي ما طلعش بنقط كتير، هو جاب ثلاث نقط بس بسبب ان هو داخل فيهم اربع اهداف، فدي بماينس اتنين لوحدها، فهو جايب الثلاث نقط بتاع الاسيست بس.
ولكن زي ما قلت لك هو بيشارك هجوميا كتير، ممكن يطلع باسيستات كتير او اهداف كتير. وعندك برضو اديبوي ده خطير جدا على الجون، ويقدر ان هو يسجل، وقدر ان هو يسجل فعلا النهارده. والناحيه التانيه تريبير هو اهم واحد تقريبا في نيوكاسل. وماشي شفنا مدافعين نيوكاسل بتسجل اهداف، فابيان شار الجوله اللي فاتت مسجل هدفين، النهارده لونج ستاف مسجل هدفين، ولكن ما فيش حد هيبقى كونسيستنت منهم ان هو يفضل يسجل او يصنع كل ماتش. فالوحيد اللي هو ممكن ما يعملش اكتر واحد فيهم بس على المستوى الطويل يبقى هو اكتر واحد، يعني هو ممكن يفضل يجيب لك 7 7 7 7 7، ممكن حد تاني يجيب لك 13 2 5 2 2 2 1 4 كده، فاهم؟ فالمجموع في الاخر ممكن يبقى هو هيبقى تريبير هو اهم واحد فيهم. فحاليا تريبير بيستحق الفلوس اللي بتدفع فيه دي. بعد كده في السهرة شفنا ماتش يعني قضت في استون فيلا على شيفيلد يونايتد 5-0. ماتش كان مليء بالاهداف لاستون فيلا، حتى المدافعين سجلوا فيه اهداف. اليكس مورينو لو عندك قدر ان هو يسجل هدف ويطلع باتنين كلين شيت باتنين بونص ويطلع بالكلين شيت، فجاب نقط كتير جدا. بايلي قدر ان هو يسجل، ماجن قدر ان هو يسجل، تيليمانس يسجل، وواتكنز اللي انفجر امبارح جايب جون وثلاث اسيستات وثلاثة بونص طبعا بسبب ان هو كان مبدع امبارح. فقدر ان هو يطلع ب 18 نقطة، وطبعا اللي كابتنه ده كسب كمية نقط مهولة. طبعا حتى الآن هو تقريبا أكتر واحد جايب نقط من الناس اللي بتتكابتن يعني. فواتكنز جايب نقط كتير جدا جدا جدا، يا بخت اللي كان عنده واتكنز ويا بخت اللي مكابتنه، طبعا هتفرق معاه قوي. ويا عيني على اللي قعد واتكنز دكة أو باعه علشان يجيب هالاند أو كده. لسه مشوفناش هالاند هيعمل ايه، ولكن تتمنى ان هالاند لو هيعمل حاجة ما تكونش انت جايبه بماينس. انت لو جايب هالاند بماينس مكان واتكنز، فانت حرفيا عايز هالاند يجيب 4 تجوان مثلا عشان يقدر يعوض اللي واتكنز عمله امبارح ده. واتكنز قدر ان هو يسجل نقط كتير جدا. شفنا دفاع استون فيلا كان هيخرج منهم الكلين شيت في اخر لحظة في الماتش، دخل فيهم جون ولكن بعد كده اتلغى تاني. فانت تحمد ربنا ان مارتينيز قدر ان هو يطلع لك بالكلين شيت ده. وفي نفس الوقت اليكس مورينو طبعا جايب نقط كتير جدا 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 امبارح. ولكن زي ما عارفين الدفاع بتاع استون فيلا، مورينو يلعب شويه، ديني يلعب شويه، الناحيه التانيه كاش يلعب شويه، حد تاني يلعب شويه، مش فاكر كان ساعات بيبقى بايلي او كده. فللاسف المدافعين اللي بتجيب نقط من استون فيلا مش دايما هم الاساسيين، فمش قادرين ان احنا نجيب منهم حد. وواتكنز هو اهم واحد في استون فيلا، هو الكل في الكل هناك، هو الاهداف هو الاسيستات. بقاله فترة كتيرة جدا عمال اسيست اسيست اسيست. الراجل ده ممكن يبقى بينافس على صدارة المساهمين في الأهداف اللي هي الجون زائد اسيست، وصدارة الصناعة كمان بسبب الاسيستات كتير اللي هو بيعملها دي. فواتكنز هو أهم لعيب من أستون فيلا، لو عايز تجيب حد من أستون فيلا هو ده أهم خيار بالنسبة لك. وشفنا امبارح أهو بيجيب 18 نقطة. وبينتهي اليوم الأول على كده. هي دي الماتشات كلها النهاردة، ودي الناس اللي تألقت وقدرت إن هي تجيب نقط. انا قدرت امبارح ان اجيب 42 نقطة، كان عندي تريبير 9 نقط وريتشارلسون 15 نقطة وواتكنز ب 18 نقطة. لسه الكابتن بتاعي ما لعبش لان الكابتن بتاعي هيبقى دي برويني، وربنا يستر. انا يعني اخترت دي برويني هو الكابتن، فربنا يستر ويقدر ان هو يعمل الاهداف اللي واتكنز او ريتشارلسون قدروا ان هم يجيبوها دي علشان ما يحصرنيش. فتمام، قول لنا في التعليقات انت قدرت ان انت تجيب كام نقطة امبارح، ومين عندك لعب، وفاضل لك كام لعيب. وبس كده كان كل الفيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكورة وعن الفانتسي. سلام.